والآن مع هاشم مصطفى والإنشاد. اتفضل يا هاشم. صبرا يا نفسي صبرا يا نفسي صبرا يا نفسي مع الله والقدس تناجي والقدس تناجي والقدس تنادي صرخة صبرا فطريقي صبرا فطريقي صبرا فطريقي من نيران والحور تنادي والحور تنادي والحور تنادي للرضوان أتذكر لما ودعتك يوما أتذكر لما ودعتك يوما وبكيت علي من الإشفاق وبكيت علي من الإشفاق قلت يا ولدي لا تكوي كبدي قلت يا ولدي لا تكوي كبدي تقتلني الزفرة والأشواق تقتلني الزفرة والأشواق ورحلت لأني أبصر في بلدي ورحلت لأني أبصر في بلدي قفرا يتألق في الأجواء وحملت سلاحي ورفعت لوائي وحملت سلاحي ورفعت لوائي ومضيت أقاتل في الأعداء في الجنة أشدو وأرتل أحدو وأرتل آيات القرآن وأرتل آيات القرآن يا بلادي وانت الأحلى يا بلادي بناسك والله يا بلادي بلادي يا بلادي لو حودتها نعدلها ولو مالت نغنلها انت الغالية يا بلادي وانت الأحلى يا بلادي بناسك والله يا بلادي بلادي يا بلادي ودم ولادك وشبابك وقلب شيوخك وعيالك وحياة الشارع والحارة لازم نعلى بيكي يا مصر وعليكي في أعلى مكان واتركي من زمن لزمان وخليكي في كل أمان تعيشي يا مصر تعيشي يا مصر يا غالية عندي زي أمي ويا ما زعلت أنا أمي
شكرا لهاشم مصطفى. والحقيقه ان والده ومامته وعمته هم ورا رعايه هذه الموهبه الجميله. والله حضرتك والدته اللي صغرتي؟ انت عمته وعمته صغرته. شكرا. صبرا يا نفسي، صبرا يا نفسي معنى الله، والقدس تناجي، والقدس تناجي، والقدس تناجي صرختها. صبرا يا نفسي، صبرا يا نفسي معنى الله، والحور تناجي، والحور تناجي، والحور تناجي للرضوان. أتذكر لما ودعتك يوما وبكيت علي من الإشفاق. أتذكر لما ودعتك يوما وبكيت علي من الإشفاق. قلت يا ولدي لا تكوي كبدي، قلت يا ولدي لا تكوي كبدي. تقتلني السكرة والأشواق، تقتلني السكرة والأشواق. ورحلت لأني أبصر في بلدي، ورحلت لأني أبصر في بلدي ظفرا يتألق في الأجواء. لا تكوي كبدي، قلت يا ولدي لا تكوي كبدي. ورحلت لأني أبصر في بلدي ظفرا يتألق في الأجواء. لا تكوي كبدي، لا تكوي كبدي، ظفرا يتألق في الأجواء. وحملت سلاحي ورفعت لواءي، ورضيت بالقادر في الأعداء. في الجنة أشكو وأرتل أحدو، في الجنة أشكو وأرتل أحدو، وأرتل آيات القرآن. مصر لنا منذ القدم رمز الجلال والعزم، مصر أضي يحيى العلم، أم العلوم والفنون. سنابلوها الأولون ومثل ما كانوا نكون، إنا عليها قائمون نرعى العلا والزمن. نحب مصر مخلصين ونحتديها أجمعين، فيها حيينا مكرمين وهي الحياة للبنين. نبني لها خير البناء أعلو بها إلى السماء، نزيد فيها بالوفاء. ومصر أولى بالوفاء، هي الحماية هي الحق. السلام عليكم. انا بابا هاشم والله انا جيت حسيت ان هو فعلا صوته كويس. الكلام دوت من هو تقريبا في تاني ابتدائي، بس هو في الاساس هو بيجي بيحفظ القران وهو عنده 4 سنين تقريبا، لكن الموهبه بتاعته ما ظهرتش تقريبا لما كان في تاني ابتدائي وهو بيدندن كده في البيت. وجيت شفت ان هو الصوت بتاعه فيه ميزه معينه، فجيت بعت المدرسه بتاعته. المدرسه فعلا اتولته برعايه وقدموه اكتر من مره هناك في المدرسه، وهو بصراحه يعني كان مستجيب كتير جدا من الدعوات اللي قدمت له، من ضمنها طبعا ندوه التواصل في المجلس الاعلى للثقافه. وفي كمان اكتر من دعوه في اماكن مختلفه. هو بصراحه يعني الحمد لله قبل بلاء حسنا كل دعوه من الدعوات اللي جت قدمتها.
اتمنى ان شاء الله كده اني اشوف كده مطرب كبير منشد ان شاء الله على حسب ما ربنا سبحانه وتعالى يجي لي.